بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس السادس عشر، درس أي مرة من التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام. حكم صيام من زرعه القيء، أو عنوانه ما حكم صيام من زرعه القيء. أما لبرت من يلغم كتو فتيبين جنة كتو حكم بيني. نص الحديث، حديث نصهما، حديث رقم 638. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه دارقطني. أو حديث الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى تعليق قوله زرعه القيء أي غلبه وخرج رغما عنه ولم يستطع دفعه. أما تشيبين جنة كتو زرعه القيء جوده تشيبين جنة يلامو داكمل. واستقاين كلمة استقاين أي طلب القيء وني تشيب قول مدبتنا مر يلامو واستدعاه عمدا وني يلامو، سواء بوضع إصبعه في فمه شيل مدبتنا أو شم رائحة معينة أو تهنر جريد دروني عند تشيبين جنة حرانين يجين جريتا وني يا مر تشيبين جنة أجن هذا وني كلمة أو غير ذلك من الوسائل. وسائل على شو هذا هنا الوسائل كلها ونقرنا عند وني متعمد تشيبين جنة كتوصو حكم هم يه داغمر ده تشيبين جنة حكم هم يه. وفي الحالة الأولى داغمر تشيبين جنة كتوصو لا قضاء عليه عند هذا ملو بي. وفي الحالة الثانية وني يلغمو يجب عليه القضاء مع التوبة ملو من عندشك تومي جني وزمنا وين ما نكرم جل استغفار جني توبة هذا الشيء لأنه تعمد القيء لأنه تعمد القيء وين يلغم كتوصو يعد أفطر بذلك على وزن ما تقرأ لكم تنجني. والحديث أعله الإمام أحمد وقواه دارقطني. وفي إشارة إلى اختلاف المحدثين في صحة الحديث، أو كلمة عله الإمام أحمد وقواه دارقطني، أو إشارة من لا يمر محدثين قد خلافها كده. حديث صحيح نكي. إمام أحمد بن حنبل يرى فيه علة ضعف، أو حديث در علة الضعف درشي. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تكرر دولغني، بينما يرى دارقطني كأنه حديث قوي حجة في العمل به. إمام دارقطني قال حديث قوي ردرك. وصححه الألباني رحمه الله تعالى. الباني حديث صح دردني. أو يستخرج من الحديث حديث در فوائد التفريق، أحكام التفريق بين القصد والاضطرار. أما وين نتركهم ويه داغمر نتركهم ويه كي فرق شيء. الصيام لا يبطل إلا بما يفعله الإنسان باختياره. وزمكم عند اختيار ممكن كجري لكم قلنا تغرتني. فمن غلبه القيء زرعه نغده فصيامه صحيح داغمر شي بين جنة كتوزم من الصحيح ولا يلزمه للقضاء ملتمه. أما من تعمد إخراج ما في جوفه استقانة عند وني قول مدربتهم والله ونضرط لوني قريا مدى تبين جنة كتوصو وظن من زنجنة ووجب عليه القضاء ملو دردا شي. والتوبة توبة دردا شي توبة واجب ملو دي شغنا واجب. سعة الشريعة ورفع الحرج، أو إسلام من الشريعة الله شروني أما الله كياجه كنه ورفع الحرج درو حرج بي درو تصبي. الحديث حديث قاعدة يندرن قاعدة فقهية: المشقة تجلب التيسير. أي قاعدة فقهية، قاعدة مهم جدا. المشقة تجلب التيسير، فما لا يملكه العبد معفو عنه. ونند الرغم ما الله تبارك وتعالى دارو في عدم وجوب الكفارة. المشقة تجلب التيسير معنى ونتصدق ذقنا معنى تيسير الله تبارك وتعالى قرتين معنى شريعة تيسيره النوم مشقة بي. عدم وجوب الكفارة أو حديث ده معنى نشيني معنى كفارة ده بي. أما ويني تبي كأنك توصو يوجب القضاء ملون شك ما كان يوم فطره
وين أزم وين كرم جلا مولون دي واجب. ولا يوجب الكفارة المغلظة كفارة ذبي كفارة دو إغرا تغنيك أو رشو زم غنيك أو تهنو إغرا تغنيك أو رشو زم غنيك كفارة مغلظة تختص بالجماع في نهار رمضان جسكي أدين مدام كرو كفارة مغلظة تنهنو أما أنا ركضاغنا أزم لبرتا مركرمو مولو داني ويني كرمو كفارة دردبي مالا خلاف ديري صحيح تده. قال الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى لأن الكفارة المغلظة كفارة مغلظة تختص خاص بالجماعة أما ديما ذكره في نهار رمضان. أو رسالة الرمية الشيخ أبو أنس عبد الحميد الزوي وفقه الله وسدده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.